إيه. النهاردة طبعا موضوعنا هيكون مختلف، بحيث إن احنا نغير يعني ناخد النهاردة accounting. تمام. النهاردة هنتكلم على الدورة اللي بتكون بتتم الدورة المحاسبية اللي بتتم في أغلب الشركات أو في معظم الشركات بتكون عبارة عن إيه. تمام. هنتكلم على إيه القوائم المالية اللي أنا مطالب كمحاسب إن أنا أعملها، أو كسينيور أكاونتنت أو شيف. هنشوف الحاجات دي وهنشوف ازاي ان احنا هنسجل كل ترانزاكشن هتجيلنا. الكلام ده طبعا للناس اللي هي ممكن خبرتها ضعيفة او لسه مبتدئة. فاحنا بنقول ان الاكاونتنج سايكل دي اللي هي الدورة المحاسبية. الاكاونتنج سايكل in any company going by following steps، يعني بيقول لك ان اي اي دورة محاسبية في شركة بتكون عبارة عن ايه. booking transaction after analyzing the data. يعني أنا مثلا النهاردة جات لي فاتورة وليكن أصول مثلا، لازم أحلل إيه طبيعة الترانزاكشن دي، هتأثر فين، هتسمى في أي حساب. بناء على الكلام إن أنا حللت الترانزاكشن دي هبتدي أسجلها. الجنرال جورنال ده اللي هو خد اليومين اللي أنا هعمله. تمام. طبعا جات لي ترانزاكشن كتيرة، لسه هنعرف الكلام ده بعدين، سواء أصول، inventory, account receivable, account payable, expenses, prepaid expenses, accruals, staff salaries. كل الكلام ده هنشوفه. بعد ما أنا بسجل كل القيود بتاعتي ببتدي أعمل إيه generate trial balance from the accounting database. يعني لو شغال على سيستم محاسبي هبتدي أجري الترايل بالانس، الميزان المراجعة بتاعي. تمام. make a check up for each account within the trial balance، يعني إن أنا هشوف وهشيك على كل حساب موجود في حساب التي بي أو الترايل بالانس. ليه؟ لأن أحيانا بكون أنا في حاجات مش مسكرها، يعني في مثلا شيك أنا استلمته من عميل بس ما سكرتهوش، فلازم إن أنا أثبت الترانزاكشن دي بحيث إن أنا أخفف حساب العميل. فكل ده هنشوفه طبعا بعدين لما نيجي نحلل كل حاجة في بنود البالانس شيت والإنكم ستيتمنت. هنشوف الكلام ده. هنبتدي بقى لو احنا في حاجات مش مسكرينها أو في حاجات فيها مشاكل في الترايل بالانس هنبتدي إن احنا نعملها adjustment. فهنبتدي نعمل كل التسويات. تمام. adjustment general journal. بعد ما نخلص الكلام ده كله هنعمل ايه generate the final trial balance، يعني هشوف النهائي التي بي النهائي، زي المراجع النهائي اللي هشتغل عليه. طيب خلصت انا الكلام ده وظبطت حساباتي وكده، هبتدي بقى اعمل ايه. هشوف الفاينانشال ستيتمنت اللي انا هطلعها للإدارة. فبيقول لك ايه، انا الكلام ده طبعا كاتبه عن طريق خبرات يعني مش كتب. تمام. Every month we have to generate and submit the main following financial statement. يعني كل شهر عندي لازم ابتدي اعمل submit للفاينانشال ستيتمنت اللي هم بتكون مطلوبة من الإدارة. في عندي أول واحدة اسمها البالانس شيت، قائمة المركز المالي، والإنكم ستيتمنت اللي هي بتبين لي الكومباني بيرفورمانس. لما أعمل مقارنات بشوف أنا نفسي السنة دي مثلا أرباحي عاملة إيه عن السنة اللي فاتت، فدي اللي أنا بستعملها أصلا في الأناليسيس برضو. ستيتمنت اوف ذا كاش فلو اللي هي اللي خاصة بالكاش، الاوبريتنج والفاينانسنج اكتيفيتيز. كل ده هناخده بالتفصيل قدام. باجي بآخر السنة بقى لما بعمل ميزانية لازم مع القوائم دي لازم يكون عندي يعني جزء لا يتجزأ من القوائم اللي هو النوتس. النوتس دي اللي انت يعني في كل بند انت حاطه في الميزانية بتكتب لي نوتس، هو المدقق بيكتبه لك. نوتس على الريسيفبل، نوتس على الانفنتوري، نوتس على الاسيتس، كانت اوبننج كام، والاديشنز اللي حصلت، إيه اللي تم في الورك ان بروجرس حساباتها. كل ده بيكون ليه نوتس. analyzing daily transaction. طيب انا دلوقتي خلصت عرفت ان انا هعمل التي بي وهعمل فاينانشال ستيتمنت. طيب ايه الخطوه بقى الاولى اللي هتتعمل؟ الترانزاكشن اللي هيجيلي.
تمام. every company have the main transaction to be booked، يعني لازم كل شركة عندها الترانزاكشن ده. إذا ما كنتش ناسي حاجة أكيد في حاجات بتكون تاني. فهنا بيقول لك إيه، في عندك ترانزاكشن خاصة بالأصول assets، either purchase cash or check، يعني حسب طبيعتها أنت اشتريتها إيه، كاش ولا شيك، هتبتدي تعمل ترانزاكشن. البنوك انت بتصدر شيكات وبتستلم شيكات، فلازم برضو تسجل الديبت والكريدت بتاع البنوك. الهاوس فاند لو انت عندك ناس واخدين عهد، فبتبتدي برضو ايه تسجل العهد بتاعت كل موظف. كل شهر بتسجلها وبترجع تعمل لها استعادة تاني. الانفنتوري ده عن طريق المخازن بيبتدوا هم يسجلوا ايه الحاجات اللي اشتروها، ويبتدوا يسجلوا ايه اللي اتصرف، بحيث ان هم يشوفوا كوست اوف سيل. بريبيد اكسبنس لو انت عندك فاتورة مثلا دفعتها مقدم لمدة سنة، فبتبتدي تشوف الفترة وبتعمل لها امورتايز على العمر بتاعها اللي هو 12 شهر. ستاف سالاريز اند اكرولز، هتبتدي بقى تسجل رواتب الموظفين كل اخر شهر، والاكرولز بتاعتهم بيكون كل موظف ليه مخصص نهاية خدمة، مخصص اجازات، فبتبتدي انت بقى بتسجل ده في الحصالة، بتثبته مصروف وبتحطه في الحصالة. لازم الكلام ده يتطابق مع مسؤول شؤون الموظفين. لو عندك انت اكرود اكسبنسز زي الووتر والاكسسيتي، لازم تسجلها كل شهر بشهره، وتبتدي بقى تسجل ريفينيوز والاكسبنسز. طبعا التسع نقاط دول احنا هناخدهم بالتفصيل لو كل ترانزاكشن جات لي بسجل الكود ازاي ان شاء الله. كده احنا نكون خلصنا اول حاجة من الاكاونتنج. ان شاء الله مكملين معاكم وان شاء الله موفقين.